ستوب لتمار كل خميس 9 مساء بتوقيت السعودية على قناة ألفا اليوم HD. الحقيقة أنا ما اقدرش أقول أنهي أحسن من أنهي أو إيه الأغنية اللي أحلى من الأغنية. هنتكلم على فايزة ولا هنتكلم على نجاة ولا هنتكلم على وردة ولا هنتكلم على عبد الحليم ولا هنتكلم على رشدي ولا هنتكلم على صباح عبد الحليم. تصوروا. طب أنا هقول لكم حاجة. فاكرين الأغنية الشهيرة بتاعت الراجل ده هيجنني، صباح وفؤاد المهندس؟ المشهوره دي دايما بتيجي في رمضان. محدش يعرف انها لحن، محدش يعرف انها لحن بليغ. عفاف راضي اغاني جميله جدا، اغاني اطفال. عفاف راضي مفيش. لا دي لحن الموجي. موجي؟ انهي واحده؟ الراجل ده هيجنن. لا دي بليغ. يجي رمضان لا يجي رمضان. لا 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 الموجي بليغ. طيب دي ما تنفعش الموجي. ما تنفعش تبقى الموجي. طيب بس انا الحقيقه من الاغاني كمان الجميله جدا اللي غنتها شاديه باحساس عالي جدا يا اسمراني اللون. تهيألي اغنيه يعني متفوقه طبعا، مش كده؟ جدا اكيد. ما تيجي نسمع اسمراني اللون. كله سمع النهارده سمع حتى مطلع النهارده سمع مفيش كلام. يلا انت رست وانا وسط الشوق
مش كده. الله عليك يا مي. مش كده. مي ما شاء الله، الله بس اكبر. شفت هو خد شادية لمنطقة تانية خالص. طب هقول حاجه بس على مي قبل الفنانه أوي. شاديه. أوي. وشك كله بيغني مش صوتك بس، ما شاء الله يعني. الله اكبر. ربنا يخليك يا رب. كنت بقول لك انه شادية طول الوقت معروفة بالغنى المرح الخفيف، الدلوعة بتاعتنا. المرحلة دي في صوت شادية بليغ خدها لمنطقة الغنى الشجي. الفترة دي اللي عمل لها خلاص مسافر، الفترة اللي عمل لها آخر ليلة. يعني شادية بتغني من منطقة تانية خالص مع بليغ حمدي، غير اللي كانت عند منير مراد ومحمود الشريف في الفترة السابقة. هم كلهم كده يا استاذ اشرف. نعم. يعني كلهم اول ما يبداوا التعاون مع الفنان بليغ حمدي بيعملوا خطهم، بس هو مختلف. هو بياخدهم هو مختلف جدا. هو بياخدهم يعني في الحان تانية ممكن تتلخبطي ده فلان ولا فلان، بس الحان بليغ ما ينفعش تتلخبطي فيها، لازم اول ما تسمعي تعرفي انه بليغ على طول. بصمته. بصمة عكس اللي انا قلته لك. اللي هو ايه؟ ان الفنان بليغ تسمع الحانه تعرف على طول لا ان هو. بصي يا ابو سيد، انت ما بتقوليش حاجه غلط اساسا. يعني انا ربنا يخليك. هغير لا انا كنت بقوله في المقدمه ان احنا يعني الجيل بتاعي بصراحه ما كنتش يعني عارفه كل الاغاني دي. لما بقى بذاكر النهارده الحلقه وقريت كل اكتشفت حاجات روعه. قد ايه متوغل فينا، قد ايه، وكل الاغاني القريبه منا واللي اول ما تقول الجيل بتاعي تقال ان انا لازم امسك البتاع. لا مش قصدي. على ذكر جيلها يا استاذ جمال، على ذكر جيلها، كل يعني معظم، بلاش عشان ما احبش التعميم، معظم الملحنين اللي بيشتغلوا النهارده بياخدوا جمل بليغ حمدي. طبعا بياخدوا بقالنا حوالي 10 15 سنه صح. بيشتغلوا من المعين الجميل اللي سابه بليغ حمدي، يطوروا فيه، يعملوا توزيع فيه، لكن الاصل هو بليغ حمدي. الله. اما وقد يعني اقتربنا من المراحل ال يعني من الامطار الاخيره. الامطار الاخيره، عايزك تقولي لنا حاجه قبل الفينالة الف ليله وليله. انا مصر ان تكون اخر هي ما ينفعش تبقى الفينال حاجه غيرها. طبعا لازم. فايه احنا ممكن نقول هو بليغ ليه تجربه مهمه قوي في الغنى الوطني. انا ما اعرفش هي محضراها ولا لا. لا هي يا حبيبتي يا مصر. يا حبيبتي مصر او على ربابه بغني. على الربابه. ده هي دي بتاعت 73 بالظبط كده، واحنا في اجواءها. ايوه الربابه. يلا بينا على الربابه. يلا اوكي. طبعا انت لسه ما تعرفيش حاجات دي 73. غنوة الحرية والمعنى
يا شعب تحيا مصر وتحيا مصر تحيا مصر حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي السمرة بلادي حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي السمرة بلادي وانا على الرباب بغني عاشق ومغني وايه هكون جنب عشاقك يا مصر وانا على الرباب بغني وانتي اللي ما بتنسيش شهيد سطر بدمه التراب الحر تحيا فداك يا مصر فداك فداك يا مصر فداك يا مصر حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة حرة بلادي السمرة بلادي حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي السمرة بلادي الله 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 روعه يا مي، الله، روعه الله، روعه. الله. بقول لك إيه، خليكي قاعده معانا يعني قاعدة. بالليل ما تمشيش عارف خالص. الاغنيه دي اتعملت على سلالم الاذاعه يوم 8 اكتوبر 73. بليغ خد ورده وعبد الرحيم منصور الشاعر الغنائي وراحوا الاذاعه ومنعوهم من الدخول لاسباب. كلم وجدي الحكيم في كلم عبد التليفون. الحكيم يا وقلب الله الدنيا. يرحمه. وقال لعبد الحليم، عبد الحليم كان في الفتره دي لسه مش مستكشفين الموقف ايه، فكان بيكمل تسجيل مسلسل ارجوك لا تفهمني بسرعه. فقال له خليك في الاذاعه واحنا جايين وهنشتغل على اغاني وطنيه. احنا اللي عملنا عض النهار في 67، احنا اللي لازم كمان نعمل اغاني النصر. بليغ يعني اذا فرضنا رقم يعني تقديري كده انه في 20 اغنيه تقدموا في الاسبوع الاولاني لحرب اكتوبر، فانا بتصور ان منهم 15 اغنيه لحن بليغ. ياه. صحيح. وعملهم على حسابه على فكره. بسم الله، الله اكبر، بسم الله، لا اله الا الله، صدق وعده، قمت يا مصر وقام ولادك لعبد الحليم، على الربابه بغني. كل الحاجات الجميله دي هي من ابداع بليغ حمدي. بس انا الله. اللي بسأل ازاي اغنيه حماسيه وطنيه تكون بهذا القدر من الرقه؟ يا سلام ما يا هو- سلام. وشوف بقى لما جت كلمه شهيد، شوف عملها ازاي. يعني سنس عالي جدا في زي ما كانت مي بتقول من شويه في فكره التعامل مع الكلمه. يعني هو بيدي الكلمه ما تستحق. في ملحنين ممكن يكونوا شطار في الجمل الموسيقيه في حد ذاتها، لكن ما عندهمش التصوير. كل واحد شاطر من كبار الملحنين في حته طبعا الا بليغ. شاطر في كل شاطر حاجة. في كل حته. صحيح صحيح فظيع. صحيح فظيع. صحيح. وهي ليله ايوه من ألف ليله. اوكي يلا ألف ليله وليله. يا حبيبي يا حبيبي يا يا حبيبي الليل والسماء ونجومه قمروا قمروا صغروا وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا في الحب سوا والهوى منه الهوى
يسقينا الهنا ويقول بالهنا الهوى منه الهوى الهوى منه الهوى منه الهوى منه الهوى سهران الهوى يسقينا الهنا ويقول بالهنا يا حبيبي يلا نعيش بعيون الليل يلا نعيش بعيون الليل ونقول للشمس تعالي 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 بعد سنة مش قبل سنة تعالي 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 بعد سنة مش قبل سنة في ليلة حب حلوة بألف ليلة وليلة ألف 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 ليلة وليلة بكل العمر هو العمر غير ليلة زي الليلة زي الليلة الليلة زي الليلة الله الله الله، زي الليله دي كانت ليله جميله معاكي. رب. مشاريعك ايه الفتره الجايه معي؟ معلش هننقل لا انا برنامج مشاريع سريعا بعيدة جدا خالص عن قبل ما بليغ حمدي نختم. الصراحة. لا ان شاء الله يعني بحضر في شغلي الخاص يعني قريب ان شاء الله ينزل السوق ويكون على نفس المستوى اللي الناس متعوداه ويا رب اعمل حاجه تعجبهم يا إن شاء رب يا الله. معي احنا كل مستنيين على التوفيق. فكره نسمع الشغل بتاعك ان شاء الله في جلسه اخرى إن شاء شغل الله. مي فاروق. إن شاء انا الله. بس عايز اقول للاستاذ اشرف حضرتك صح انا غلط. يا فندم العفو. محمد الموجي يا فندم العفو. الراجل ده هيجنني. وأنا غلط برضه. حسين السيد كلمات، محمد الموجي الحان، صحيح. وبعتذر. وأنت صح. انا غلط. العفو يا فندم. وانتوا صح. وأنت صح. انتوا صح. انا اسف. انا اسف. انا مش عارف اشكركم ازاي الحقيقه. ربنا يخليك. مش عارف اقول لكم ايه. ميرسي. اسعدتونا وكتر خيركم وصوت جميل ومعلومات عفارم. قيمه ربنا يخليك يا ثريه، رب، ربنا يخليك. فما اقدرش اقول غير كتر الف خيركم. وشكرا للفرقه الموسيقيه طبعا. طبعا. يعني طبعا. نورتونا. يعني أنا لازم احسنتم أشكرهم يا بعد إذن اساتذه حضراتكم ودايما يعني كده ان شاء الله يكون عندنا لازم اشكرهم يعني لان هم اهم من ان انا اغفل عن اني اشكرهم بالاسم. على الكمان الاستاذ محمد ظهير، على العود الاستاذ محمود، على القانون الاستاذ يامن، على الناي الدكتور نبيل برجاس، وعلى الايقاع الاستاذ عبد الرازق. كلهم اخواتي وبتشرف ان هم دايما معايا، والف شكر ليكم. واحنا بنتشرف ان هم موجودين معانا النهارده ربنا يخليك. طبعا في صحبتك وصحبه الاستاذ اشرف. بشكركم مره تانية. خلونا نخرج الى فاصل، ثم بعد الفاصل ننتقل الى مطبخ القاهره اليوم. الفقره بقى يا سلطنه بس من نوع تاني. تابعونا.